في إحدى القرى الصغيرة كان في شاب اسمه محمود. محمود كان شاطر جدا في شغله وبيحب يساعد الناس، لكنه كان عنده عيب كبير، ما بيعرفش يقول كلمة لأ أي حد يطلب منه حاجة. يسيب شغله أو راحته علشان يلبيها حتى لو ده على حساب نفسه. مرة طلب منه جاره يروح معاه يشتري حاجات من السوق، فترك شغله اللي كان مستعجل عليه. ومرة صديق له طلب فلوس وهو نفسه كان محتاج فأعطاه. وبعد فترة محمود بدأ يتأخر في شغله ويتراكم عليه الدين، وكل الناس اللي ساعدهم اختفوا وقت ما هو احتاجهم، لحد ما حصل موقف صعب جدا. والده مرض واحتاج فلوس للعلاج. محمود جرى على نفس الناس اللي كان واقف جنبهم، لكن محدش ساعده. في اللحظة دي فهم الدرس، اللي يعطي بدون تفكير بيخسر نفسه وما بيكسبش الناس. بعدها اتعلم إنه يعمل الخير بعقل، وإن أهم واجب عليه هو نفسه وأهله الأول. وبالفعل بدأ يرتب حياته، يساعد لكن في حدود قدرته، وما بقاش يسمح لحد يستغل طيبته.